السلام عليكم. النهارده هنتكلم على موضوع الفاتورة الإلكترونية لأهميته الكبرى بخصوص الناس اللي ما بتسجلش فاتورة إلكترونية، لأن أغلب الناس دلوقتي ما بتسجلش فاتورة إلكترونية وبتقولك لما يجيلي القرار أو لما يجيلي إن أنا الإلزام بالفاتورة الإلكترونية. لازم الكل يبقى عارف إن الفاتورة الإلكترونية بقت ملزمة على الكل من أكتر من سنتين، بنتكلم من 7/2022 تقريبا. فطبعا الكل دلوقتي بقى ملزم. اللي بيحصل دلوقتي هو موضوع الإيصال الإلكتروني مش الفاتورة الإلكترونية. يعني المفروض دلوقتي كله بقى ملزم بالفاتورة الإلكترونية. ولأهمية الموضوع ده هرجع معاكم للجزئية الخاصة بكتاب بالفتوى من مصلحة الضرائب قطاع الحصر والإقرارات بخصوص الفاتورة الإلكترونية. ده كان مبعوث عشان كان في جزئية خاصة بإثبات مصروفات النقل والشحن البحري والنيرون البحري، وكمان ده كان خاص بالتوكيلات الملاحية العاملة داخل مصر على مستوى الجمهورية، وإن ليها ملفات ضريبية من ممولي مصلحة الضرائب. وقال لك إيه؟ وفي ضوء القرارات الصادرة بإلزام الممولين بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بدءا من القرار رقم 386 لسنة 2020 للقرار 323 لسنة 2022 بإلزام باقي محافظات الجمهورية، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم 28 مقرر، ودي مهمة جدا، إلى اللائحة التنفيذية في قانون 91 لسنة 2005 اللي هو قانون ضريبة الدخل بتاعنا، وتعديلاته اللي بتنص على عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة للممولين المسجلين بمنظومة فواتير الضريبية الإلكترونية لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم. مهم جدا الجزئية دي. احنا دلوقتي ما بقاش ينفع ان انت تثبت اي فواتير مشتريات خاصة بيك الا بفاتورة الكترونية، وطبعا او بايصال الكتروني، بس الايصال الالكتروني ده بيبقى افراد. فانت مهم جدا ان انت ما ينفعش ان انت تستخدم اي فاتورة ورقية دلوقتي حاليا. كله دلوقتي بقى فواتير الكترونية. اي حد هيقول لك هديلك فاتورة ورقية خاصة بيك كضريبية، الفاتورة الورقية دي لا يعتد بيها. ما بيعتدش غير بحالة واحدة بس اللي هي الفاتورة الإلكترونية. لذا يتعين على شركاتكم مطالبة التوكيلات الملاحية العاملة داخل مصر بفاتورة إلكترونية بقيم النولون البحري المسدد للوكيل الممول لصالح العميل الخاص به، حتى تستطيع الشركة المطالبة بأحقيتها في اعتماد قيمة هذا النولون كتكلفة مباشرة وكتكلفة مستردة، على أن يتم إثبات تلك المبالغ بالفاتورة الإلكترونية. ويذكر في بند اسم الصنف خدمات مالية، وفي بند وصف الصنف إنها مبالغ محصلة لحساب الغير. أما فيما يخص التعامل مع الجهات التي لا تصدر فواتير إلكترونية طبقا للقرار رقم 1602 لسنة 2021 بإلزام وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكمان شركات قطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والشركات التابعة لها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية. وعليه فإن جميع الجهات الحكومية، بص الكلمة دي، جميع الجهات الحكومية ملزمة بإصدار فاتورة إلكترونية مقابل جميع الخدمات المؤداة، ولا يمكن اعتماد أي مستندات مقدمة من هذه الجهات بخلاف ذلك. يعني بالنسبة للفتوى ديت جميع الجهات الحكومية ملزمة بإن أنت تطلب فاتورة إلكترونية. وهسيب لكم الفتوى ديت عشان لو في أي جهة حكومية وأنت تتعامل معاه قال لك مش هطلع لك فاتورة إلكترونية، هو قال لك القرار كله. بص الجزئية دي قال لك إيه؟ الأشخاص الاعتبارية شركات القطاع العام وشركات قطاع العمل العام والشركات القبض والشركات التابعة لها كلها ملزمة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية. فما بالك بقى الأولى بشركات القطاع الخاص. فمهم جدا اوعى تاخد اي فاتوره ورقيه ويقول لك دي فاتوره ضريبيه. كله دلوقتي بقى الكتروني. وبالنسبه للناس الخاصه بالشركات المقاولات او قطاع النقل والحاجات اللي زي كده، خدوا بالكم مش هتعرف تثبت مشترياتك الا بفاتوره الكترونيه. فالمشكله كلها دلوقتي في موضوع الفاتوره الالكترونيه بالنسبه لك ان انت عشان تثبت كل جزء كل شغلك دلوقتي حاليا. طيب انا دلوقتي عندي حاليا بيقول لك اللي هو القرار اللي كل شويه بينزل بمراحل. المراحل اللي موجوده دي المراحل الخاصه بالايصال الالكتروني. ايه هو الايصال الالكتروني؟ الايصال الالكتروني دلوقتي اللي هو زي موضوع البقال والناس اللي هم بيعتمدوا على المستهلك النهائي.
يعني انا دلوقتي مثلا راجل سوبر ماركت في الشارع، وبطلع المواد الغذائيه او اي حاجه ببيعها اشخاص. فهل الاشخاص دول انا مش ملزم بالفاتوره الالكترونيه؟ ملزم بس ان انت تسجل في الفاتوره الالكترونيه، وبعد كده تجيب جهاز الايصال الالكتروني بتاعك، والجهاز ده من خلاله سواء بقى جهاز من الشركه من الشركات المعتمده لدى مصلحه الضرائب، ان انت بتشتري الجهاز ده، والجهاز ده تقريبا ثمنه في حدود 10000 جنيه، او ان انت بتجيب سيستم كامل من برضه من اي شركه معتمده من مصلحه الضرائب. طيب بتعمل بيهم ايه؟ سواء الجهاز او السيستم الكامل دوت، او ربط السيستم الاي ار بي سيستم الخاص بيك مع السيستم الخاص بالسوبر ماركت، او اي شغل انت بتعمله، بيسمع اي شغل بتعمله بيسمع على طول فورا في مصلحة الضرائب، والريسيت اللي انت بتطلعه الريسيت دوت بيسمع في مصلحة الضرائب فورا. فمهم جدا ان انت تبقى عارف الجزئيه دي. المراحل اللي موجوده دلوقتي هي مراحل الايصال الالكتروني للمستهلك النهائي، وليست للفاتوره الالكترونيه. الفاتوره الالكترونيه معتمده في الاساس على التعاملات بين الشركات بينها وبين بعض، وده خلاص بقى ملزم والكل بقى شغال بيه فاتوره الكترونيه. مع العلم مهم جدا برضو ان انا ابلغ الناس ان كان طلع قرار من فترة ان في 10000 شركة تقريبا تم ارسالهم للنيابة العامة. فمهم جدا للي ما سجلش في منظومة الفاتورة الالكترونية ان هو يلحق يسجل فيها عشان ما يعرضش للمساءلة القانونية. وكمان الحاجة الاهم من كل ده ان هيتم اهدار كل مصاريفه ومشترياته لو هو اشتراها بفواتير ورقية، بنتكلم على السنة دي او السنة اللي فاتت، عشان تبقى عارف، لان كل الشركات وكل الناس دلوقتي بقت ملزمة بالفاتورة الالكترونية.